المهم انا بنسى. المهم صديقة ليا الله يحفظها، انا بحبها يعني شخصيا، خست جدا على موضوع الحقن. فقلت لها انا نفسي اخس زيك وبعمل رياضه، وانا عظم، يعني انا عندي عظم وعضل، يعني عندي عظم اكتر من لحم. فلما بعمل رياضه العظم بيزق يعني حاجه كده، فبملى، فببقى عريضه، وانا مش عايزه ابقى عريضه، انا عايزه ابقى سفيفه. يعني شفت ستايل ياسمين رئيس مثلا، ودنيا دينا الشربيني ودنيا سمير غانم، انا نفسي ابقى الشخص الجسم ده والشكل ده. انا بحب قوي البنات الرفيعه السفيفه دي، بيبقى حاجه في الشياكه دي. ثانك يو اليكس، ميرسي. فالمهم صاحبتي دي خست جدا 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 جدا، خست يكاد يكون 30 كيلو، هي كانت فوق 100. فانا كنت مبهوره جدا، كانت جايه زياره لدبي وانا شفتها من شهرين. قلت لها ازاي وانا مش اخس؟ قالت لي انا خدت حقن المنجارو. هنا بدات القصه. قلت لها ايه حقن المنجارو دي؟ دي بتتاخد، قالت لي حاجه زي الانسولين ممكن تديها لنفسك. هو انا بصوا بخاف من الحقن، يعني دي حقنه في المستشفى، ودي حقنه في المستشفى، ودي حقنه في المستشفى، وهنا في حقنه في المستشفى. انا بصوا هنا دي عمل لي اعاهه هنا. انا بخاف قوي من الحقن، انا بخاف من المستشفى اصلا من وانا صغير. يعني انا شخص مثلا ما بحبش دكتور السنان، ما بحبش اي حاجه فيها علاج توجعني. ادوني ادويه وخف، لكن اروح اعمل عمليه بترعب. المهم قالت لي احنا هديها لك، بس خدي فيه تحليل كده، الدكتور عندي في بلدها كتبوا لها اعملي التحليل ده، واعملي تحليل غدد، واعملي تحاليل، لو طلعت تمام خدي المنجارو. او في دواء حقن تانية، او دواء تاني اسمه مش فاكره ميزر، مش فاكره اسمه قوي، بس هو بما يعادل المنجارو. سمعت كلامها ورحت للدكتور الباطنة، الدكتور نجيب، دكتوري مدة طويلة. فعملت كل التحاليل، قال لي التحاليل تمام، بس انا يا منى، هو الراجل يعني الدكتور بتاعي قال لي منى انا ما افضلش تاخدي المنجارو، لان انت ما عندكيش يا حبيبتي مناعه. هو الدكتور يعني دكتور نجيب الله يحفظه يا رب، مستشفى السعودي الالماني، وطبعا كل الشكر لمستشفى السعودي الالماني اللي اهتموا بيا، كل الشكر لاحمد كارم، كل الشكر للدكتور نجيب، كل الشكر للدكتور ياسر، دكتور العيون، دكتور راجية، دكتور نيسا بتاعتي، كل الشكر للدكاترة اللي أي تعب، أي مغص يجيلي، أي التهاب يجيلي، أي فيروس يجيلي، لأن أنا ما عنديش مناعة. يا جماعة أنا ممكن أنزل البول أو أنزل البحر يجيلي حساسية في جسمي، فبروح لدكتورة الجلدية أو دكتورة النساء أو دكتور البطنة لو بطني وجعني، دكتور العيون طبعا لو أي حاجة تراب دخل في عيني. طبعا الناس ما قصرتش، وكل التقدير ليهم والاحترام. لحظة واحدة. شد كل شيء فاشل. انا بتوتر لما حاجه ترن جنبي. المهم دكتور نجيب، خلينا في موضوعنا عشان احنا بنصور دلوقتي واكيد بتسجلوا. اشتروا تكبيس مقفش يا شباب، اشتروا تكبيس مقفش، شيروا، عشان انا عايزه اكبر عدد من الناس يعرفوا مشكلتي، لان انا قلت لكم هطلع اتكلم عن المرض اللي انا مريت بيه. الدكتور قال لي انت ما عندكيش مناعه، وانا رايي يا منى كل تحاليلك تمام، بس انت عندك شويه نقص في فيتامينات، هناخد يعني مقويات، مع عندك التهاب في جدار المعده، عندك جرثومه في المعده، بس ما كانتش ظاهره قوي جرثومه المعده وقتها، عندك تهيج في القولون العصبي بسبب العصبيه وبسبب الاكل طبعا اللي من الشارع، عندك مشكله كبيره لازم نخش نعمل منظار قولون ومنظار معده. قلت له يعني انا هموت ولا ايه؟ قال لي لا، يعني انت تمام، وهنعمل واحده واحده، كل ما تلاقي نفسك كده فاضيه تيجي تعملي حليبك وحاجه، بس مش حاجه خاصه. وهناخد فيتامينات للشعر، فيتامينات للمعده، فيتامينات للعين، فيتامينات لجدار المعده، اللي هي الادويه اللي بتتاخد اول ما تصحى من النوم دي، في ناس كتير اكيد شايفينها بتاخدها. المهم مش عايزه اطول عليكم، خدت المنجار. هو دكتور نجيب دكتور الباطنه كان رايه منقوش. انا معايا بقى يعني انا بكتب، انا شخص بحب يكتب مؤخرا، فبقيت
عايزه بس اقول لكم انا واخده المقدار بقالي قد ايه. طبعا كل الحاضرين منورينا. خدت المنجارو يوم 10/10. خدت المنجارو يوم 10/10. ممكن اجيب النضاره لحظه واحده عشان نظري كل الحاجات دي. اصل انا قررت افتح اللايف فجاه، ما كنتش محضره ان انا اقول حاجه يعني، بس قلت اقول لكم بالمره بما اني كنت واخده بلوك واتفتح. بس الله يحفظ لي اللي فتح لي التيك توك. في ماسك في شعرنا والبتاعة اتلحوست وحاجة جميلة. المهم روكا قاعد دلوقتي عمال لي يا ستي خلصي يا ستي، يا ستي بننام. في قاعد معايا لغاية 6 الصبح. بس كل يعني الحفلة دي ليها لايف تاني، بس طبعا شيخ الجبل يعني. بقى نتكلم. أنا خدت دواء حقن التخسيس مع الأسف، مع إن الدكتور قال لي لا، بس أنا زي ما قلت لكم عندي هوس ان انا ما اتخنش زي بعض قرايبي ولان هم انا شايفاهم دلوقتي بيعانوا من امراض السمنه، وبيعانوا من ان هم مش قادرين يطلعوا السلم وقلبهم وجعهم، وفي ناس بتقع. يعني انا عندي حد من قرايبي وقع من على السلم رجله اتكسرت عشان محمل. وما شاء الله يعني في عائلات كتير مصريه سمنه، وده مش عيب، ده مش عيب خالص، بس هيبقى عيب وخطر لو ده اثر على صحتك. كلي زي ما انت عايزه، كل زي ما انت عايز، بس لو لقيت نفسك تخنت زياده عن اللزوم وبدات تنهج وانت طالع السلم وبدا في مشاكل صحيه تتعرض لها، لا استوب هنا بقى ونخس. انا ما تعرضتش للحاجات دي، بس وصلت اكبر وزن وصلت له 90 كيلو من 7 سنين. وكنت بعمل بصراحه كنت باكل وجبه واحده في اليوم زي شام الذهبي، دكتورة شام بنت الفنانة أصالة. لما كنت باكل وجبة واحدة أنا كنت بخس. لما قالوا لي في الجيم لا لازم تاكلي 3 وجبات، فطار وغدا وعشاء مش عارفة إيه، اتعودت معدتي آكل كده ما بقيتش بخس. فاهمين قصدي؟ المهم مش هنطول عليكم، خلينا في موضوعنا اللي أنا بكلمكم فيه. حقن المنجارو خطر 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 خطر. أرجوكم أي حد سمعني بياخد حقن المنجارو وقفوا حقن المنجارو، هتموت والله العظيم. أنا كانت هتموت. أنا بدأت آخد منجارو 10/10، والجرعة اللي بعدها كانت 18/10، والجرعة الثالثة كانت 25/10، الجرعة الرابعة 1/11، الجرعة الخامسة كانت 8/11. دي كلها كانت الجمعة من كل أسبوع، بس بدأناها أول يوم خميس وبعدين بقينا الجمعة من كل أسبوع. الجرعة دي كانت 2.5، كانت بتدروخني شوية، ما بتخلينيش هاكل. رجعت كل ما يعني مع كل حقنة تاني يوم ارجع مرة. تمام. عطشانة طول الوقت. ايدي من هنا بدأت في لسه حتى في بوادر لسه اللي هي زي مفيش ترطيب، مفيش الدورة الدموية مش شغالة يعني. المهم بدأنا بقى بالمصيبة الكبيرة. يوم 15/11/2024 الجرعة السادسة كانت الحقنة الأولانية خلصت، دخلت حقنة جديدة 5 جرام. سمعت بقى عايز خس أكتر، أخدت ال5 جرام يوم 15/11. أول ما خدتها دي قعدت أرجع 3 أيام. فرحت للدكتور البطنة دكتور نجيب، قال لي احنا قلنا نوقف اصلا المنجارو، انا رافض فكره المنجارو، وقفي وامشي على الدايت. قلت له حاضر يا دكتور، ما سمعتش عشان عندي هوس ان انا اخس، عايزه ابقى سير رفيعه زي ايام الاب الروحي لما كان وزني 60 كيلو عشان اشتغل وانجح واكتر. برضو عامل الناس برضو مهم جدا، الناس اللي اثرت على نفسيتي والجمهور او بعض الناقدين اللي قاعد يقول لي انت تخينه انت بتاكلي على اللايف، يمكن حسدوني او بيحقدوا عليا او anyway او بينقدوني نقد سلبي. للاسف انا اتاثرت فخلاني عندي هوس بالمرض اللي انا اخس. وكمان عشان كل ما يبقى في تفاعل مع شركه انتاج او مخرج او دور او مسلسل او عمل يقولوا لي خسي. ومؤخرا كان عندي مسلسل كبير كان دوري حلو فيه، بس لما رحت اصور اول يوم المخرج طبعا عارف منى بس ما يعرفش شكلي دلوقتي بقى عامل ازاي، فاخدني على جنب قال لي انت تخنتي جدا وتقصري الدور
وعملت المشهدين بتوع اليوم اللي انا كنت فيه ده، وبعدين اتقصت الدور يعني لاسباب ان انا تخنت، بس هم ما حبوش يقولوا لي، لان الدور ما كانش عايز الشكل ده خالص. بس انا ما زعلتش، انا اللي غلطان، انا اللي تخنت، وانا اللي سبت نفسي اكل، وانا اللي ما بقتش بروح الجيم، وانا اللي فشلت. ميرسي ميرسي. بس احنا بنتعلم من اخطائنا، عادي الانسان يغلط ويتعلم من اخطائه، مش عيب ابدا، مش عيب ابدا. عندي هوس ان انا اخس عشان اشتغل احسن من الاول، وابتدي انتج احسن من الاول، واقدم لكم اعمال كويسه. النقد السلبي اثر عليا وخلاني ابقى عايزه اخس علشان محدش ابدا يشوفني تخينه. جانب تاني ان عيلتي بشوفها بتعاني من السمنه، مش قادرين يقوموا، مش قادرين يمشوا، رجليهم وجعتهم بعد سن ال50. كلهم رجليهم عند دكاتره العظام ودكاتره المفاصل. اخويا تخن شويه فجاله الغضروف وعمل عمليتين، ولغايه دلوقتي بيعاني من الغضروف بسبب انه تخن شويه. وسيبك من الهزار والضحك ويبقى فيه كروشه شويه، لا لا، اخويا مش قادر يلعب مع بنته، اخويا مش قادر يطلع السلم، لما الاسانسير بيعطل بيستنى تحت لغايه الاسانسير يشتغل، فده غلط. وانا عندي هوس ان انا عندي هوسين، عندي مرض النظافه، لا بعترف، وعندي مرض ان انا ابقى رفيعه طول الوقت، عايزه ابقى البس اكس سمول. يعني دلوقتي بلبس ميديوم ومش عاجبني. المهم خدنا الجرعه 15/11 ورحنا للدكتور وقال وقفي، كانت جمعه. خدنا جرعه 22/11، وطبعا قعدنا نرجع برضه 3 ايام، بس ما رحتش للدكتور علشان هو قال لي ما تاخديهاش. خدنا جرعه 28/11/2024 يوم الخميس الساعه 9 بالليل، جرعه 5%. هنا بدأت يظهر عليا ان انا ارجع دم، برجع من معدتي دم، وبنزف من لما باجي اخش الحمام دم، وبنزف من مناخيري دم، فالدم خضني. رحت قلت له انا اسفه ما سمعتش كلامك، وانا خدت المجارو تاني جرعه خمسة. طبعا الدكتور استاء جدا مني وقال لي منى انت معنى انك ترجعي دم انت لازم تخشي العنايه المركزه، انت ما عندكيش مناعه، فانت عماله تدي لجسمك حقنه هو مش قادر عليها، فلو خدتي الحقنه دي تاني انت هتخشي العنايه المركزه. طبعا انا ساعتها خفت جدا وقلت له وعد يا دكتور انا هوقف يعني عشان خاطر صحتي هوقف الحقن. عدى اسبوع، يعني كانت 28/11 هركزوا 28/11. عدى اسبوع، عدى يوم تاني تالت تامن يوم 9 يوم 10 يوم، بقيت كويسة، بدأت أكل كويس وما رجعش دم، ووقفت كل الفيتامينات وخدت بس دواء المعدة علشان كمان الفيتامينات مع دواء المعدة بتعمل يعني الكلى مش هتقدر تعمل كل ده، خلي عندك مشكلة في الكلى. يعني الحمد لله أنا عندي ربو، ما بشربش أي أنواع من أنواع المدخنات، ما بشربش أي أنواع من أنواع المشروبات، ما بشربش أي حاجة الحمد لله. وزي ما قلت لكم مش عيب ان الانسان يغلط، العيب انه يكمل في الغلط، والصح انك تتعلم من اخطائك. بس عشان انا يعني دماغي مسوحاني شويه وعاطفيه شويه، و يعني اوقات بفكر بقلبي اكتر من عقلي، وعشان غبيه ما بسمعش الكلام